وتخرج هذه الزكاة من الطعام، لا تخرج نقودا. إن أخرجها نقود فإنه لا يجزئ. لو أعطى الفقير نقودا حتى ولو كانت أكثر من قيمة الطعام، النقود لا تجزئ، لأن الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الطعام، صاعا من طعام. فمن أخرجه مالا نقودا فهذا على غير عمل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهي إنما تخرج من الطعام، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو أي شيء من الطعام مثل الأرز والدخن وغير ذلك، صاعا من طعام. وكل ما كان الطعام أشهى لأهل البلد وأرغب لنفوسهم وأحب إليهم وأكثر ألفة عندهم فيكون أفضل، يراعي حاجة الناس والمألوفة عندهم، لأن قد يعطيهم طعاما لا يرغبون فيه وما اعتادوا على أكله.